تبدأ القصة في مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو اليابانية، حيث عاشت عائلة سوزوكي. كان لدى العائلة ابنة صغيرة تدعى أوكيكو تبلغ من العمر 3 سنوات فقط. كانت أوكيكو فتاة مرحة ومحبوبة، لكنها أصيبت بمرض خطير. بعض الروايات تقول إنه الحمى الإسبانية أو السل، الذي كان شائعاً في ذلك الوقت. رغم محاولات العائلة، توفيت أوكيكو في يناير 1919، تاركة أهلها في حزن عميق، خاصة أخيها الأكبر أيكيكي الذي كان يبلغ 17 عاماً وكان يحب أخته كثيراً. قبل وفاتها بشهور قليلة، في صيف 1918، ذهب إيكيتشي إلى معرض في مدينة تينوكي واشترى دمية جميلة كهدية لأخته. كانت الدمية تقليدية يابانية، طولها حوالي 40 سنتيمتراً، ترتدي كيمونو أحمر، ولها شعر أسود قصير بأسلوب بواب الياباني التقليدي. فرحت أوكيكو بالدمية كثيراً، وسمتها باسمها نفسه أوكيكو، وكانت تلعب بها يومياً، تحملها معها أينما ذهبت. بعد وفاة الفتاة، قررت العائلة الاحتفاظ بالدمية كتذكار، وضعوها في مذبح منزلي صغير يصلون أمامها يومياً لروح أوكيكو. بعد وفاة أوكيكو، بدأت الأمور الغريبة تحدث. لاحظ إيكيتشي أن شعر الدمية يبدأ في النمو تدريجياً. في البداية كان الشعر قصيراً، لكنه أصبح أطول شيئاً فشيئاً، حتى وصل إلى طول يتجاوز كتفي الدمية. اعتقدت العائلة أن روح أوكيكو تسكن الدمية، خاصة أن الشعر يشبه شعر الفتاة الحقيقي، أسود، ناعم، وحيوي. لم يكن هذا مجرد وهم، فقد تم فحص الدمية لاحقاً، وثبت أن الشعر بشري حقيقي، ينمو بمعدل طبيعي، ويحتوي على خلايا بشرية حية. بدأت العائلة تسمع أصواتاً غريبة في الليل، همسات تشبه صوت طفل يبكي أو يلعب. في بعض الليالي، كانت الدمية تتحرك قليلاً من مكانها، أو يتغير تعبير وجهها ليبدو حزيناً أو مبتسماً. روت العائلة أن أوكيكو كانت تحب الشعر الطويل، لذا ينمو شعر الدمية كعلامة على وجود روحها. خافت العائلة، لكنها اعتبرتها علامة إيجابية، واستمرت في العناية بالدمية، تقص شعرها بانتظام ليبقى قصيراً، لكن الشعر يعود للنمو دائماً. في عام 1938، قررت عائلة سوزوكي الانتقال من هوكايدو، لذا أوكلوها إلى رهبان معبد مانينجي في إيواميزا. وافق الرهبان على الاحتفاظ بها في صندوق زجاجي خاص، يعرض لزوار كرمز للروحانية. منذ ذلك الحين، أصبحت الدمية مصدر رعب وجذب سياحي. يقول الرهبان إن شعرها لا يزال ينمو حتى اليوم، ويتم قصه مرة كل بضعة أشهر في طقس خاص. وفي السبعينيات، أكدت الفحوصات العلمية أن الشعر بشري 100% يحتوي على DNA. بعض الروايات تقول إن فم الدمية يفتح قليلاً مع الوقت، كأنها تتنفس أو تتحدث، وأن أسناناً صغيرة بدأت تظهر داخل فمها. زوار المعبد يروون قصصاً مرعبة. بعضهم يسمع صوت بكاء طفل في الليل، أو يرى الدمية تتحرك داخل الصندوق. يمنع التصوير داخل المعبد خوفاً من إزعاج الروح، ويقول الرهبان إن أوكيكو سعيدة هناك، لكن إذا غضبت قد تحدث كارثة.